قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. حلقتنا النهاردة هتبقى عن طالب رياضيات بيكشف نمط في الرياضة بيغير حياته وبيخليه يقدر يخترق أي جهاز في العالم، وده بيخليه هدف لقاتل غامض بيسعى لإيقافه بأي تمن. بيبدأ مسلسلنا وبنبقى في العراق وتحديدا في بغداد، وبنشوف أم وبنتها وهي بتشتري لها حلويات وبيبقوا مبسوطين سوا، وبتروح مامتها تسحب فلوس من المكنة وبيحصل انفجار شديد وبيموت ناس كتير. ولما بتحاول الأم إنها تنقذ بنتها بينهار المبنى وبيبقى تحته أثر تاريخي يرجع للخلفاء الراشدين. وتاني يوم في انجلترا بنشوف الطالب ادوارد رايح الجامعة وبيقابل زميلته فيونا، واللي بتبقى معجبة بيه جدا وبيسيبها وبتحاول تتكلم معاه بس هو بيبقى مستعجل، وبيروح المحاضرة بتاعة الدكتور روبرت. وبعد ما بتخلص المحاضرة بيروح للأستاذ بتاعه ريموند، واللي بيكون اتصاب بالزهايمر، وإنه يبقى مكتشف موهبة إدوارد وهو اللي بيشجعه على أبحاثه في الرياضيات. ولما بيدخل إدوارد بيبتدي إنه يسأله في الرياضيات وخصوصا في الأرقام الأولية، وبيبقى إدوارد متضايق بسبب غياب الدكتور ريموند عنهم في الكلية وإنهم استبدلوه بروبرت. وبيطلب منه ريموند انه يدي فرصة للدكتور الجديد، وبيروح يقابل الدكتور روبرت في المكتب بتاعه وبيبقى منبهر جدا بموهبة ادوارد في الابحاث بتاعته، بس ادوارد بيتجنب الكلام معاه وبيكتب على السبورة مسألة رياضية وبيطلب منه انه يحلها، وكده بيختبر الاستاذ بتاعه. يعني المهم بيقوم روبرت وبيبتدي انه يحلها بسهولة جدا. وفي الوقت ده بيبقى في حد بيراقب المكتب من كاميرا المراقبة بتاعته وبيصورهم وبيبعت الصور لناس معينة، وبيبقى باين انه بيراقب دكاترة تانيين كتير من نفس الجامعة. وبتبقى زوجة الأستاذ روبرت واللي اسمها أندريا بيجي لها رسايل فيها صور للمكان الأثري اللي في بغداد اللي شفناه في الأول. المهم إنها بتبقى فرحانة جدا إنها لقت المكان ده بعد سنين من البحث، وبتروح شغلها واللي بيبقى في المتحف وبتعرف السياح على الآثار وتواريخ الحضارة. وبتشوف صديقها الدكتور شارن وبتسلم عليه وبتعرفه بالصور اللي جات لها، وبيفرح جدا بالإنجاز ده وبتعرفه إن جالها استدعاء إنها تروح هناك، وبتبقى فرحانة جدا. وبالليل بيبقى روبرت متضايق من كلامه مع إدوارد وبيحكي لمراته إنه كان عايز يضربه من الغرور اللي كان عنده، وبتقوله إنه يعزمه على العشاء. وتاني يوم على العشاء بيروح إدوارد لبيت أستاذ روبرت وبتستقبله مراته، ولما بيخلصوا عشاء وبيتكلموا بتقول أندريا إن عندها امتيازات زيه برضه وإنه مش لوحده اللي شاطر في شغله، وبتوريه صور المتحف السري. ولما بيشوفها بيطلب قلم وبيبتدي إنه يكتب على مفرش الترابيزة معادلات كتير بيستنتجها من شكل وتصميم المتحف. وبيحس روبرت ان ادوارد كده هيأذي نفسه وبيمنع ادوارد انه يكمل وبيسيبه وبيمشي. وبيشوف روبرت المعادلات وبيبقى مبهور جدا وفي نفس الوقت خايف، وبيروح مكتبه وبيكتب المعادلات دي وبيوصل لنتيجة، وبيبقى اللي بيراقبه خد صورة للي مكتوب وبيبعتها لرئيسه في الشغل. وكمان ادوارد بيرجع لبيته وبيبتدي هو كمان انه يكتب المعادلات اللي هو فاكرها في الورق البحث بتاعه. وتاني يوم بيروح روبرت لبيت ادوارد وبيطلب منه يوريه البحث بتاعه، وبيعرفه ادوارد ان البحث بتاعه عن الاعداد الاولية وانها وراها سر كبير وكمان بتخش في حاجات كتير في حياتنا. وبيبتدي انه يشرح له نظريته، لكن روبرت بيعترض على نظريته وبيقول انها كلها كلام ومفيش اي حاجة مثبتة، وانه كان فاكر ان اهدافه هتبقى اعلى من كده. ولما بيتضايق ادوارد بيكمل روبرت كلامه وبيقول له انه يسيب اللي بيدور فيه ده لانه هيضره. وبيبقى روبرت مروح البيت وبيبقى حاسس ان في حد بيراقبه، وبيدخل مكتبه وبيبقى معاه جهاز اتصال غريب وبيبتدي يتكلم مع اشخاص بيهددوه انه ما كانش المفروض يكمل بحث عن الاعداد الاولية وانهم هيأذوه. وبيروح ادوارد للمكتبة علشان يدور فيها على الابحاث اللي اتعملت على الاعداد الاولية، وبيلاقي ان كل الابحاث بتتمسح قدامه ومفيش اي بحث اتعمل نهائي، وبيقلق من النتيجة دي. وفي الوقت ده بتبقى أندريا بتدور على روبرت في البيت بس ما بتلاقيش حد، وبتلاحظ ان في نار بره البيت. ولما بتروح تشوفها بتلاقيها المفرش اللي استخدمه ادوارد. وبيبقى ادوارد في بيته وبيدور على اوراق البحث بتاعته بس ما بيلاقيهاش، وبينزل عشان يدور على استاذ روبرت وبيبقى مختفي برضه. وبيحاول يتصل على البيت عنده وبيرد روبرت وبيعرفه انه خد اوراق البحث بتاعته وانه خايف عليه. وبيقفل وبيروح لبيت روبرت وبيسأل أندريا عليه وبتقوله انه اختفى من الصبح وما تعرفش هو فين، وساب لها رسالة وداع.
وبيقول في رسالته انه اسف على اللي هي بتعانيه بسببه. وبالليل بتكتشف الشرطة جثة روبرت مقتول في عربيته. وتاني يوم في العزاء بتاع روبرت بيجي زميلها الدكتور شارين وبيحاول انه يخفف عليها، وبتطلب منه انه يجي معاها في رحلتها للعراق، وبيفرح جدا من الطلب ده. وعلى الناحية التانية بيبقى ادوارد مش عارف يعمل ايه، وبيلاقي رسالة فيها صورة شكلها غريب. وبالليل بيقرر ادوارد انه يقتحم الجامعة ويدخل مكتب روبرت، وبيكسر ازاز الباب وبيفتحه وبيدخل يدور فيه على البحث بتاعه، وبيشوف انه في الزبالة وكمان محروق. وبيتعصب ادوارد جدا وبيبتدي انه يكسر في المكتب كله، وبتيجي الحراس وبتمسكه وبيعرضوه على مجلس تأديب في الجامعة. وبيقول الدكتور جيمس ان اتهام استاذ روبرت وهو ميت دلوقتي ده شيء خطير، وان مفيش اثبات، وانه لو عايز يكمل في الجامعة لازم يقدم اعتذار رسمي. وبيرفض ادوارد انه يعتذر وبيفصلوه من الجامعة. وبيروح ادوارد على اوضته وبيلم حاجته، وبتبقى فيونا زعلانة عليه جدا وبتودعه. وبيروح يسكن في شقة تانية برا حرم الجامعة. وبعد كده بينزل يقابل الدكتور ريموند وبيحكي له على اللي حصل معاه، وانه اترفد من الجامعة بسبب انه اتهم الاستاذ روبرت. وبيوريله الرسمة اللي كانت في اوضته، وبيقلق ريموند وبيقوم يوريله كتاب للعالم فيثاغورس، وانه كان ليه مساعد رسم الرسمة دي قبل كده. بس بيبقى ادوارد مش فاهم حاجة، وبيفكر انه يروح يقابل زوجة الدكتور روبرت وبيقول لها على اللي حصل، وان استاذ روبرت خد ابحاثه وحرقها ومش فاهم ليه عمل كده. وبتقوله ان روبرت كان بيدرس لطالبة اسمها صوفيا، وكانت موهوبة جدا وبتعمل ابحاث في الاعداد الاولية. وبتوريله ادريان الكتاب بتاع روبرت بس ما بيوصلهوش لحاجة. ولما بيبص على الرسمة تاني بيلاقي عليها علامة لشركة KN. فبيروح للمكتبة وبيسأل على الطالبة صوفيا، وبيعرف انها ماتت منتحرة من زمان. وبيبقى ادوارد مروح بيته وبيحس ان في حد بيراقبه، وبيطلع يجري بسرعة على البيت وبيدور على رمز KN على النت. وبيلاقي شخص بيخبط على الباب وبيبعت له كارت من تحت الباب وبيقوله انه من معهد البحوث المتطورة ومهتمين بالبحث بتاعه، وبيسيبه وبيمشي. وبنرجع بالأحداث لقبل موت الأستاذ روبرت، وبنشوف بنت جميلة اسمها تاليا بتبقى قاعدة لوحدها، وبيجي شخص يتكلم معاها اسمه داني بيحاول انه يتقرب منها، بس هي بترفض بشياكة كده وبتمشي. وبترجع البيت وبتفتح الجهاز بتاعها وبتبتدي انها تراقب العلماء والأساتذة بتوع الرياضة، وبتاخد صور لشغلهم وبتبعتها للحكومة. وتاني يوم بينصحها مديرها بوب انها ما تتعاملش مع السكان اللي في المنطقة علشان ما يكشفوش على هويتهم، وانه بيخاف عليها وبيأمرها تنفذ كلامه، وان في شخص جديد هينضم ليهم وعايزها تعرفوا المكان. وبيجي زميلهم الجديد أليكس وبتعرفه بنفسها وبتعرفه كمان أماكن الحاجة. وبالليل بيسألها ليه بيراقبوا الأشخاص دول اللي في الجامعات العلمية وخصوصا قسم الرياضيات، وبتعرفه ان كل البرامج والاجهزة شغالة بالرياضيات، وانهم ممكن يعملوا اسلحة تدمرهم، وانهم بيحموهم من نفسهم. وبتعرفوا كمان ان اسم البرنامج ساركوسا. وتاني يوم بالليل بتبقى تاليا بتراقب بيت روبرت وبتشوف انه بيكتب على المفرش، وبتبعت للمحللين في الحكومة. وبعد فترة من مراقبته بتشوفه هو في مكتبه بيحرق ورق، وكمان بيبقى قلقان ومتوتر. وبتبتدي انها تراقبه وبتشوفه بيدخل بالعربية بتاعته للجراج وبيقتل نفسه. وبتبقى قلقانة وبتسمع الرسالة اللي سابها لما توفى لمراته، وبتحس ان في حاجة مش مظبوطة. وتاني يوم بتشوف في مكتبه ان ادوارد كان بيحاول يقتحم مكتب روبرت وبيدور على البحث بتاعه. ولما بترجع بالكاميرا التاني بتكتشف انها بعتت تحليل غلط، وان اللي كان بيكتب المعادلات كان ادوارد. وبتبعت للحكومة وبتراجع شرايط الفيديو والرسالة الصوتية، وبتلاقي انها مش حقيقية وان دي اكيد جريمة قتل. وبتتكلم مع بوب انه يساعدهم يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، لانهم كده بيساعدوا الحكومة انها تقتل العلماء وهي مش عايزة كده. وبيروح بوب وبيسأل الحكومة الفيدرالية وبيبعت لهم رسالة. وتاني يوم بيعرف تالين ان مفيش رد وانها تشيل الموضوع ده من دماغها. وبتتعصب تالين من كلامه وبتلومه انه مش عايز يعمل اي حاجة، وبيتقتل قدامها. وبيبقى فيه قناص بيحاول يقتلهم هما الاتنين، وبتهرب منه وبتنط في المية، وبيبقى القناص قرب انه يقتلها. ولهنا بتخلص حلقتنا، وده كان الجزء الاول من مسلسل برايم تارجت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.
وبالمناسبة لو عندك مسلسل أو فيلم حابب نلخصه اكتبوا لنا تحت في التعليقات، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.